كده وانت ماشي في الشوارع في رمضان وسامع رمضان جانا وفرحنا بيه، تكتشف ان عربية صاحب الأغنية بنفسه معروضة للبيع ب1 مليون جنيه. القصة بدأت لما تعرضت عربية كلاسيك نادرة جدا من تراث ستروين تراكشن افانت موديل 1952، واللي بيأكد مالكها الحالي ان أول مالك ليها كان فعلا ملك الطرب محمد عبد المطلب، صاحب الصوت اللي مرتبط في وجدان المصريين بشهر رمضان. العربية معمول ليها إعلان على فيسبوك، وصاحبها بيقول إن معاه كل الورق الرسمي اللي يثبت إن عبد المطلب كان ملكها الأول من أكتر من 70 سنة، وسعرها متحدد ب1 مليون جنيه تقريبا، يعني حوالي 20,000 دولار. بس القيمة هنا مش في الموتور ولا الإمكانيات، القيمة في التاريخ. قطعة ماشية على الأرض من زمن الفن الجميل ولسه برخصة سارية وحالتها الأصلية. العربية دي أصلا كانت من أعظم ابتكارات الصناعة الفرنسية وقتها، ومن أوائل العربيات اللي اشتغلت بنظام الجر الأمامي والهيكل الأحادي، وده كان سبق تقني كبير جدا في الخمسينات. يعني احنا مش بنتكلم عن عربية وخلاص، احنا بنتكلم عن أيقونة زمن.